بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي لكم قصة محمد عادل عامل النظافة بتاع كشري التحرير. هنقول لكم ايه اللي حصل بينه وبين عصام شعبولة في الخناقة الأخيرة اللي حصل بينهم ديت. وعصام شعبولة فضح محمد كشري وقال له انت بتاخد مني مصروفك كل يوم 200 جنيه عشان تمشي امورك. وطبعا محمد عادل اتخانق مع عصام شعبولة وقال له انا مش قاعد معاك، انت ما بتصرفش عليا، انا فنان وانت مالكش فضل عليا. طبعا محمد عادل عامل النظافه بدأ يتبطر على عصام شعبولة، لان عصام شعبولة هو اللي شهره وهو اللي عمله. خلى الترند بتاعه ماشي بسبب تصوير معاه، وعمل له اغنيه كمان معاه كل حاجه. فطبعا محمد عادل عامل النظافه ما صنش العيش والملح اللي بينه وبين عصام شعبولة، وبدأ يتنطط عليه. طبعا عصام شعبولة قال له انت عامل زبالة ما انتش فنان، وفضحه وعرفه ان الفيلا اللي معاه اللي هي الشقة اللي قاعد فيها مش فيلته، وديت ومأجرها اصلا وبنية بتاعته. حتى العربية اللي كانت مع محمد عادل عامل نظافة رخرة طلع مش بتاعته. طلع ان محمد عادل بيكذب على الناس كلها وبيستفز الناس. طبعا محمد عادل عامل نظافة اول ما تنطط على اللي عمل منه فنان عصام شعبولة، لان عصام اصلا برضه عايز يبان ويظهر، فاخد محمد عادل كشهرة ليه. وطبعا محمد عادل لما انشهر وبقى مشهور طبعا اتنطط عليه. حتى ابن عصام شعبولة محمد بيقول له انا كنت ببعت لك 200 جنيه لحد عندك، ويقول له انت ما حصلش، يقول له لا حصل، انا كنت بديك 200 جنيه من بابا اللي هو عصام شعبولة. فطبعا محمد سابهم ومشي وزعلان، عامل نفسه زعلان ويقول له انا فنان، انا كبير، انا عندي مكتب. وعصام شعبولة يقول انا اللي عملتك، انت اصلا ما تسواش، انت زبال ما تسواش شيء وانتش فنان ولا اي حاجه. وطبعا الخناقه ديت كانت مستمره، وعصام شعبولة كشف كل حاجه اللي بيخص محمد عادل اللي هو عامل النظافه بتاع كشري التحرير، ان هو اصلا ما عندوش لا شقه ولا عربيه ملكه. حتى القميص اللي هو بيلبسه ما غيروش، يعني بيتهموا عرفوا ان القميص اللي بيلبسه ما غيروش لحد دلوقتي. طبعا محمد عادل ساب المكان ومشي وزهق لما عصام شعبولة صرحه بالحقيقة وعرفه ان هو ما يسويش شيء. قال له انت برضه مهما كان زبال، واتخانق معاه. والخناقة طبعا كبرت، وديت الخناقة ديت مقصودة. طبعا محمد عادل بقى حاسس ان هو فنان كبير مع انه ما عملش شيء ولا اي شيء ظهر عليه. وطبعا القميص اللي هو لابسه ما اتغيرش لحد دلوقتي، يا دوبك اللي جاب جاكيت بدله ولبسه عليه او بدله لبس عليه، وبين للناس ان هو انشهر وعنده فلوس كتير جدا، مع انه بياخد مصروفه من عصام شعبولة 200 جنيه يوميا علشان يصرف منهم. وعصام شعبولة هو اللي يعتبر هو اللي وقف جنب محمد عادل، وبعد ما وقف جنبه اتخانق معاه وكبر عليه. ومحمد عادل عامل نظافة سابه ومشي، ساب المكان ومشي، بس بيقول ان هو عصام فوق راسه برضه من فوق، بس مش معترف ان عصام شعبولة هو السبب الاساسي في شهرته. طبعا عامل نظافة محمد عادل المفروض يعرف ان عصام شعبولة هو اللي وقف جنبه، وهو اللي هو اللي لمعه بعد ما كان عامل الترند بتاعه كان هينتهي اصلا، لان محمد عادل اصلا بيستفز الناس. محمد عادل بيقول انا هنزلكم من الحنفيه واطلع لكم الدولاب ومن كل مكان، يعني بيستفز الناس، بيفرض نفسه على الساحه الفنيه. هو طبعا لا بيعرف يغني ولا اي حاجه زي ما عصام شعبولة قال، بس هو عمل منه قال ان هو غلبان حب يعمل منه شيء، بس يعني قليل، بيقول لك ان هو قليل الاصل ما صنش الخدمه اللي عصام شعبولة خدمها له. وطبعا محمد عادل بيتكبر على عصام شعبولة لانه مش حاسس ان هو عصام ليه فضل عليه. يقول لك انا عملت نفسي بنفسي، انا فنان، انا ممثل، انا بغني، انا بعمل كل شيء، وعندي فلوس وعندي مكتب وعندي معايا موبايل اللي عايزني يتصل بيا، زي ما
محمد عادل بيقول. طبعا الخناقه ديت يا جماعه ساب المكان ومشي بعد ما اتخانقوا. وبعد كده محمد عادل قعد يقول ان عصام ماليش فضل عليا، ان عصام ده هو انا فنان. محمد عادل طبعا بعد كله انتهى.